رحت لدكاتره كتير، كنتش اعرف اتحرك، ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه في الشقه. فانا شفت الاعلان بتاع الدكتور سامي، خدت الحقنه صراحه. الله يبارك لكم، والله يحافظ عليكم يا رب. اول حقنه خفيت، تاني حقنه برضو بسم الله ما شاء الله. عندي ركبتي وجعاني الاثنين كده، وبعدين كانت بتصحيني بالليل وانا نايم 3 مرات في الليله. رحت للدكتور عظام، قال لي لا انت عايز تركب منفصل الاثنين. انا خفت من المفاصل، لقيت الاعلان بتاع الدكتور سامي قنديل في التلفزيون. الحمد لله خدت مره واثنين، وادي خدت الثالثه. الحمد لله بمشي واطلع. المشكله اللي عندي كانت خشونه السلم، كنت بطلع وكنت بتعب قوي. ورحت شفت اعلان الدكتور سامي على التلفزيون، والحمد لله لما خدت الحقنه بقيت كويسه يعني غير الاول. جالي خشونه في الركبه جامده، منعتني ان انا اروح شغلي، وقعدت في البيت. الدكاتره قالوا انت مالكش علاج غير عمليات مفصل في الركبه، وانا كانت حالتي الصحيه ما تسمحش ان انا اعمل العمليه. مفيش حل ان انا اعيش بالمسكنات، وكانت المسكنات دي خطر على الكبد او الكلى. بالصدفه بفتح التلفزيون لقيت الدكتور سامي بيتكلم على موضوع الخشونه، ورحت الحقيقه ابتديت اخد حقن في الركبه. بمرور الوقت مع الدكتور سامي شهر واثنين وثلاثه ابتدت الحاله بتاعتي تتحسن. دلوقتي انا بقدر انام كويس.